السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. انت متخيل ان ملف مخفي قديم ممكن يفضح كل حاجة؟ ايوه، التاريخ ما بيرحمش. والمطور اللي رفع ملفات الجيت على السيرفر من غير حماية فتح لك بوابة جهنم. والنهاردة احنا مش جايين نشرح بس، احنا جايين ندور في الماضي بتاع الموقع ونطلع الادمن من بين السطور. في الفيديو ده هعلمك ازاي تستغل ملفات الجيت المكشوفة علشان توصل لمعلومات حساسة جدا، وهي رمز دخول الادمن. هنكمل سارت انفورميشن ديسكلوزر من موقع بورتسويجر، هتلاقي رابط اللاب ده في الديسكريبشن تحت. تمام، باختصار كده اللاب بيقولك انا عايزك تدخل كادمن وتحذف اليوزر اللي اسمه كارلوس. هندخل على اكسس ذا لاب. بعد ما فتح لنا الموقع، المفروض احنا بنستخدم الموقع كأننا يوزرز عاديين، يعني بنشوف الموقع شغال ازاي، بيعمل ايه كده. تمام، كده بيقول لي اسم البرودكت والسعر كام نجمة والديسكريبشن ورقم البرودكت فوق. تمام، وفي هنا برضو تاني حاجة اسم البرودكت ماشي، والسعر والديسكريبشن وصف، والبرودكت رقم البرودكت. تمام، في عندنا هنا ماي اكونت. تمام، الهوم. تمام، طيب دلوقتي احنا هنعمل فازنج عن طريق أداة الفاف والسيك ليست اللي احنا نزلناهم واستخدمناهم في الفيديو اللي قبل ده على طول، عشان نشوف الصفحات اللي المفروض ما تبانش. هندخل على كالي لينكس. بعد ما دخلنا على كالي لينكس هنفتح تيرمينال جديد. تمام، هناخد رابط الموقع ده كوبي، وهنكتب هنا فاف داش يو علشان نقول له احنا هنضيف موقع، وهنضيف الموقع اللي احنا خدناه كوبي، ضفناه كده. وبعد كده هنقول له احنا عايزين نعمل فازنج في الحتة دي. هتكتب فاز ولكن كابيتال، بعد كده داش دبليو سمول، وهتحط المسار بتاع السيك ليست. تمام، وورد ليست. بعد كده السيك ليست، بعد كده ديسكفري، بعد كده هتضيف ويب كونتنت. هتقولي انت ازاي بتكتب بسرعة كده؟ بتكتب اول حرف وبعد كده تضغط حرف التاب فهيظهر لك الحاجات دي، او هيكتب على طول. تمام، بعد كده نختار common.txt، تكتب common.txt، بعد كده هتضغط انتر. هنا زي ما انت شايف بيعمل فuzz، عمال يجرب ويشوف، بيجرب 4750 من السيك ليست اللي انا اديتها له من. تمام، هناخد وليكن هناخد جيت، هناخدها كوبي كده وهنرجع للموقع بتاعنا. تمام، احنا المفروض عملنا فازنج فين؟ بعد الحتة دي، يعني بعد الصفحة. يعني حتى احنا بص لو دخلنا على البرودكت ده زي ما انت شايف كده، البرودكت بيتكتب على طول بعد الرابط الاساسي، بعد الرابط اللي هو بتاع الهوم. تمام، فاحنا المفروض احنا عايزين نشوف الصفحات اللي هي مش ظاهرة لنا، الصفحات اللي هي مش ظاهرة هنا، فبتضيفها هنا في
تمام. هنضيفها كنترول في دوت انتر، وزي ما انت شايف كده فتح لي ملف الجيت. طيب هندخل احنا اللي يهمنا config. انت كهاكر لازم تشوف وتدور على الحاجات دي. ادخل على config زي ما انت شايف كده، هنا جاب لي الايميل بتاع اليوزر اللي اسمه كارلوس، جاب لي الايميل بتاعه والاسم. طيب دلوقتي انا عايز انزل الملف ده، هعمل ايه؟ هناخد الرابط كده كوبي، وهنرجع تاني لكالي لينكس. انا مش عايزه اوقف. تمام. هندخل على الداونلود عشان نبقى عارفين المكان، وبعد كده هتكتب wget -r، وبعد كده هتضيف الرابط. تمام. بعد ما ضفت الرابط هتضغط انتر. هو كده بيحمل معانا، بينزل ملفات الجيت. على بال ما ينزل ملفات الجيت هنكون حملنا الجيت، أداة الجيت. تمام. هتكتب جيت داونلود وهتضغط داونلود، شو بعد كده هتضغط داونلودز فور ويندوز، أو ممكن تنزله على لينكس عادي، بس أنا منزله على ويندوز. تمام. بعد كده هتختار النوع بتاعك. تمام. هنكتب جيت UI. تمام. هيفتح معاك بالشكل ده بعد ما تثبته. طيب هنشوف نزل ولا لسه. زي ما انت شايف كده هو نزل. طيب بعد ما نزل هنفتح الهوم، بعد كده نفتح الداونلودز، وهناخده من هنا كوبي، وهنحطه بره هنا بيست. تمام. بعد ما عملنا كده هنفتح أداة الجيت اللي احنا لسه منزلينها GUI، وبعد كده هنفتح عن طريق الأوبن. تمام. وهنا هيقولك ضيف الملف اللي انت عايز تضيفه، وليكن انا هاخد ده كوبي. تمام. هو دي الملف select folder، وهنضغط اوبن. وزي ما انت شايف كده بيقول فعلا ان الادمن غير الباسورد او عمل تعديل على الباسورد. طيب ميزة بقى اداة الجيت انها بتجيب لك الهيستوري. يعني مثلا لو ضغطنا على ريبوستوري وهنضغط على visualize masters history، هنا هيجيب لك الباسورد. اوكي. هنا زي ما انت شايف جاب لي الباسورد اهو، هو ده الباسورد. هناخده كوبي كنترول سي. تمام. وهنرجع لللاب بتاعنا، نرجع خطوة وهنضغط على ماي اكونت. تمام. وهنحط هنا الباسورد اللي احنا لسه جايبينه. طيب هنا بيقول لي هتدخل كادمنستريتور، يبقى كده اليوزر نيم ادمنستريتور، وهنضيفه كده. طيب هنضغط لوجن. تمام. بعد ما ضغطنا لوجن ظهر لي حاجه اسمها ادمن بانل. لو ضغطنا عليها كده هيقول لي دول يوزرز اللي بيستخدموا الموقع. طيب نرجع عشان نحل اللاب. هنا بيقول لك عايزك تحذف اليوزر اللي اسمه كارلوس. طيب هنرجع ونحذف كارلوس. وزي ما انت شايف كده اللاب اتحل. لو الفيديو ده فادك وعلمك حاجة جديدة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتشارك الفيديو مع صحابك الهاكرز الطموحين، وتكتب لي في الكومنتات تحب اشرح ثغرة ايه بعد كده. انا عبد الرحمن الديب من قناة الديب سيك، وكل سطر كود ما اتشالش صح ممكن يبقى ثغرة تودي الموقع في داهية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.